اليوم ال17 من تحدي الدايت. يا ابو الجود ليش بتبلش بالتمرة؟ ما بيصير هيك، بيأثر على مقاومة الانسولين. شيلونا من اكتر تعليق بشوفه على فيديوهاتي وتعوا لكم سويت وصفة البيض بالخضار، مع انه انا على فكرة لا بحب البندورة ولا بحب البصل ولا بحب الفليفل، بس قلت لازم نغير شوي بالبيض لانه بصراحة كل يوم بيض، فلازم نخترع شوي شغلات جديدة فيه لحتى نستطعمه يعني ونتهنى بالاكل. وهون اخذت حفنة بسيطة من بذور اليقطين لانه قال كتير مفيدين، فبصراحة يعني جربوهم وراح تدعوا لي كتير. وبعدها حبة برتقال سناك، ما شاء الله طلعوا لي على حبة البرتقال قديش عم تطلع. وبعدين بقى على النادي يا معلم، وبما انه واحد راجع من نادي فبده بروتين، فقلت مالنا غير علبة طون. طبعا انا بركز بالطون انه جيب اللون الابيض وتكون حبة كاملة، لانه بصراحة الطون المفتفت واللي بيجي قطع ناعمة انا ما برتاح له. حتى انتم يعني تأكدوا منه بالذات وقت تفتحوا العلب. وهذا الخبز تغيير شكل. وهذا كان يومي. لا تنسوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات كيفكم مع الدايت، مكملين ولا لا، وشاركوني وصفات للفطور جديدة نعملها هيك بالنسبة للدايت. وانتم كمان اذا عندكم شيء جديد ضيفوا لي تحت بالتعليقات، ولا تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو. سلام.